اهلا بيكم في فيديو جديد من المطبخ البيتي. وصفة النهاردة برتقان او عصير برتقان بالجزر. احلى حاجة ممكن نفطر عليها في رمضان، حاجة طبيعية بعيدا بقى عن الحاجات العصاير البودر ملهاش اي فايدة خالص. احنا في موسم طبعا البرتقان والجزر احلى حاجة نقدر نجيبها ونعصرها وتبقى حاجة كده فريش على الفطار، ما تتعبش معدتنا ولا اي حاجة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنا كمية كده من البرتقان البلدي جميل جدا اهو، سعره ممتاز ما بين 5 ل4 جنيه على حسب ما انتي المنطقة بتجيبيها منين. جبت تقريبا 5 كده من البرتقال البلدي جميل جدا اهو. يعني كل 5 كيلو عليهم تقريبا كيلو من الجزر. طبعا عشان نعزز بقى الفايدة بتاعته والقيمة بتاعته نضيف عليه الجزر حاجة كده هتديها قوام حلو وفايدة طبعا، ولون وطعم وريحة جميل جدا. يعني انا جبت كيلو كده من الجزر. هبدأ بقى اغسل البرتقال كده. اهم حاجة ان واحنا بننقي البرتقال ما يبقاش فيه اي حاجة مضروبة او اي حاجة طرية، لازم ننقيه سليم عشان نضمن ان احنا بنشرب عصير كده عالي الجودة من غير ما يبقى فيه اي طعم او ريحة او اي حاجة. هنا غسلت الجزر بتاعي كمان وقشرته بالشكل ده، لان طبعا احنا هنسلقه عشان يبقى سهل معانا في ضربه في الخلاط. جبت كده حلة عندي، هبدأ بقى اخد الجزر كده واقطعه كده حلقات او اي تقطيع يعني عشوائي، مش اي حاجة يعني مش شرط احنا هنسلقه طبعا. هقطع كده الكيلو بتاعي، عايزة تزودي عن كده بس احنا عشان ما نزودش الجزر كتير قوي عشان نستمتع كده بطعم البرتقان ويبقى طعم البرتقان باين في العصير، ما يبقاش الجزر. قطعت الكمية عندي وهبدأ عليه احط بقى كوباية كده كبيرة من السكر ولتر كبير كده من المية. يعني المية تكون مغطية الجزر بتاعي، وهشغل بقى تحتيه النار وهسيبه كده لغاية لما يغلي ويطري معايا خالص. هنا قطعت طبعا البرتقال نصين وبجهزه عشان اعصره وكده. عندي البرتقال اهو بدأ يغلي معايا. جبت طبعا العصارة بتاعتي اهي، هي بالكهرباء طبعا أو على ايدك. عصرت الكمية كلها وطلعت لي الكمية دي، طلعت اكتر من كده كمان. في كمان تقريبا شفشق كده ورايا لسه ما كملتوش. يعني هنا عندي العلبة دي لتر ونص، وعندي العلبة دي كمان لتر و400 جرام تقريبا، بس لسه هكملها. طلعت لي كمية حلوة قوي من عصير البرتقال، حلو قوي ولونه جميل جدا اهو. عصير كده بيور ما فيهوش اي مواد حافظة ولا اي حاجة اضافية ليه، ولا طبعا الوان صناعية. بعد ما الجزر استوى معايا كده وهدي شوية هبدأ بقى احطه في الخلاط عشان اضربه كويس جدا. هدخله طبعا في عصير البرتقال، بيدي طعم ولون رهيب بجد، حلو قوي، احلى كتير جدا من العلب الجاهزة. يعني ما فيش مقارنة خالص لانه الطعم يعني غريب، طعم العلب الجاهزة ده غريب، مش عصير برتقال وجزر خالص يعني. حطيت طبعا نص كمية الجزر في الخلاط، وحطيت تقريبا كده لتر من البرتقال او اقل شوية، وهحط معاه كوباية كده من مية الجزر اللي احنا سلقنا فيها الجزر. طبعا وفي سكر، الجزر ده فيه سكر فهنستخدمه كتحلية بتاع البرتقال. بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط هبدأ كده اصفيه. هو مش هيطلع مننا تصفية حاجات كتير قوي، بس انا بحب كده اصفيه عشان يطلع ناعم معايا ويبقى عصير بيور كده ناعم زي ما بنجيبه في العلب، ما بيبقاش فيه اي شوائب. اهو بصفي الكمية بقى بتاعتي كده بالشكل ده في مصفى كده ضيقة، مش بيطلع منه تصفية جديدة، حابة تشربيه كده عادي جدا مفيهوش اي مشكلة. بصوا لونه عمل ازاي، لونه عزز اللون بتاعه وما تخافوش طعم البرتقال هو اللي باين ظاهر في العصير مش الجزر. ودول الحبة الصغيرين اللي طلعوا معايا من التصفية، ما بيطلعش منه شوائب كتير خالص، يعني حابة تحطيها او ما تصفوهوش ده براحتك جدا. صفيت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. بصوا عامل ازاي طعمه ولونه وريحته حلو قوي.
لون جميل جدا وغني طبعا بالفيتامينات. طبعا البرتقال مع الجزر عامل شغل جامد يعني. بصوا لونه ناعم جدا، ما فيهوش اي حاجة ولا اي مواد حافظة ولا اي حاجة، جميل جدا. عايزة اوريهولكوا بقى وانا بصبه كده. تقيل ومركز، وفي ناس ممكن تقدر تغليه على النار عشان يركزوه اكتر ويغلوه كده يبقى مركز ويبقى تقيل، بس هو مش مستاهل والله. يعني انا عملت اهوت شكله باين عليه مش خفيف خالص. هنحفظه كده في باب التلاجة لغاية الاستعمال بتاعه. اهو بصوا، ده مركز عصير برتقال بالجزر، مركز جدا. ما نستخدمش ميه فيه كتير، هي بس كوباية الجزر، مية الجزر اللي هي بالسكر، مش هنرميها طبعا، هنستفاد بفوائدها اللي نزلت في المية. هبدأ كده اعمل لي كوباية كبيرة كده من العصير. احنا مش هنستخدمه عصير كده مركز طبعا، هيبقى تقيل جدا. هنخففه بشوية مية لما نيجي نشربه، زيه زي اي عصير بتخففيه او اي عصير مركز بيتباع جاهز. احنا بنبدأ نخففه في بالمية. جبت المج بتاعي اهو بالشكل ده، هبدأ احط فيه تقريبا ربع الكمية، ربع المج بتاعي، لانه ده مج كبير بياخد كوبايتين تقريبا. وهكمل بقية المج كده من المية الساقعة. وعايزة وقلبيه ودوقي الطعم. حابة تزودي سكر هنزود سكر، انا حطيت كده معلقة من السكر. لو مش حابة خلاص نستكفى بس بالسكر اللي احنا حطيناه على حسب الرغبة. ونبدأ بقى نقلبه كده كويس جدا بالشكل ده. بقى معانا احلى عصير كده برتقال بالجزر جاهز وجميل قوي قوي قوي. جربوه يا جماعة، فعلا جميل حلو قوي يعني. ما نشتريش الحاجات البودر دي، احلى وطبيعي 100%. بصوا شكله قوامه اهو، حتى مش لما ضفنا عليه المية ما بقاش خفيف كمان، احتفظ بلونه وحلاوته. تمام كده اهو، وده كان شكله تقيل برضو مش خفيف خالص لما خففناه بالمية. دي الكمية كلها اللي طلعت معايا من 5 كيلو من البرتقال. حلو قوي جميل جدا. اضفنا طبعا اضافة الجزر، طبعا هتزوده بكتير من الفيتامينات، هتفيد اطفالنا وتفيدنا في الصيام. كفاية ان هو كده مشروب طبيعي، مش محطوط عليه اي مواد اضافية او صناعية او اي الوان. احنا ضفنا له الالوان الطبيعية بتاعته، هو لون البرتقال بتاعه ولون الجزر بتاعه. حبيت كده عبيتهم. طبعا انا هشيله في الكميه ديت في الفريزر بتاعي لغايه لما يجي ان شاء الله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. حطيت عملتهم كده في اكياس على حسب احتياجنا. طبعا الكيس مش هنستعمله كله، ممكن نحط نصه كده في شفشه او على حسب عدد الكوبايات اللي انت هتعمليها. وتبداي تحطي السكر او الميه حسب الرغبه. يا رب يكون الفيديو كده بسيط بالنسبة لكم وواضح. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي اول باول. واستنوني في تفريزات جاية كتير ان شاء الله، ومع السلامة.